أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. فكما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا بعض التساقطات المطرية، حيث سجل إلى غاية الساعة 6 من صباح بمدينة ورزازات 26 ملم و80 ملم بأغمد، بزاغورة 24 ملم، الراشدية 22 ملم، الصويرة 7 ملم، أكادير، فاس، أسفي، توريرت وتزنيد 3 ملم بكل من إفران، تازا، ومليمتر واحد بمكناس وبميدلت. وعرفت بلادنا كذلك ثلوج، حيث سجل بمدينة ورزازات بتيديلي 140 سنتيمتر بالقمة و103 سنتيمتر بالسفح، بتيغيلي 90 سنتيمتر، بتلوات 55 سنتيمتر بالقمة و20 سنتيمتر بالسفح، مامرتيشكا 45 سنتيمتر بالقمة و35 سنتيمتر بالسفح، ميدلت، إيميلشيل 15 سنتيمتر، أزيلال، جبل موريق 10 سنتيمترات، جبل أعيوي 8 سنتيمترات، جبل أزورقي 5 سنتيمترات، بشيشاوة أي تحدو 7 سنتيمترات بالقمة وسنتيمترين بالسفح، بإيمندونيت 5 سنتيمترات بالقمة و3 سنتيمترات بالسفح. وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية كذلك في نشرة إنذارية خاصة من المستوى البرتقالي نزول تساقطات ثلجية ستتراوح ما بين 30 و 70 سنتيمتر، وذلك إلى غاية يوم السبت تحديدا بكل من مدينة ورزازات، بالحوز، أزيلال، ميدلت، وكذلك بتنغير. هذا مع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و 95 كيلومتر في الساعة بكل من طنجة، أصيلة، بمدينة تطوان، فاس، بصفرو، إفران، قرسيف، المضيق، الفنيدق، ببني ملال، الحوز، ترودانت، أزيلال، ميدلت، ديفني، شتوك، أيتبها، وكذلك بمدينة تزنيت. وفي تحليل صورة الساطل نلاحظ أن الطقس غائم بمرتفعات الأطلس بالجنوب الشرقي للبلاد، عبدة، شياضمة، والماس، بالواجهة المتوسطية، وكذلك بالشمال الشرقي، وتواجد ثلوج بمرتفعات الأطلس وكذلك بالسفوح الشرقية. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع أن يكون الطقس نسبيا بارد بالأطلس وكذلك بالريف، مع نزول زخات مطرية ضعيفة بالواجهة المتوسطية وكذلك بالمنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلس، وتساقطات ثلجية دائما بمرتفعات الأطلس. بباقي المناطق الأخرى سيكون الطقس أو ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة الدنيا ستعادل درجة واحدة ببولمان، 3 درجات بمدينة إفران، 7 درجات بتازا، 13 درجة ستسجل بمدينة وجدة، 11 درجة بفاس، 12 درجة بمكناس، و11 درجة بمدينة الرباط. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 22 درجة بوجدة، 28 درجة بمدينة العرائش، 24 درجة بالرباط، و19 درجة بالدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى للبلاد يتوقع أن يظل دائما الطقس بارد بالأطلس وكذلك بالجنوب الشرقي، مع نزول زخات مطرية متفرقة بمرتفعات الأطلس وتساقطات ثلجية دائما بمرتفعات الأطلس. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 4 درجات بمدينة ورزازات، 6 درجات بالراشدية، 7 درجات بأرفود وكذلك بمدينة زاغورة، و10 درجات بطاطا. ودرجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 23 درجة بمدينة بني ملال وكذلك بمراكش، 25 درجة بترودانت وبمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق. درجات الحرارة ستعادل 9 درجات بمدينة زاغ وكذلك ببكرة، 8 درجات بالسمارة، و10 درجات بقلتة زمور. ودرجات حرارة النهار ستتأرجح ما بين 21 درجة بالزاغ، 25 درجة بقلتة زمور، 23 درجة ببوجدور، 25 درجة بمدينة العيون. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 11 درجة ببيرانزران، 12 درجة بمدينة الدخلة وكذلك بأوسد، و14 درجة بالقويرة. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 27 درجة بمدينة بيرانزران، 28 درجة بأوسد، 27 درجة بالقويرة، و22 درجة بمدينة الدخلة.
حالة البحر. سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك أو بالواجهة المتوسطية سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان. بالبوغاز سيكون البحر هائج. ما بين مدينة طنجة وأصيلة سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان. ما بين أصيلة وطنطا سيكون البحر دائما هائج. بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيصل إلى 2 متر. المد بمدينة رباط سيكون على الساعة 1 صباحا و50 دقيقة، والثانية بعد الزوال و20 دقيقة. والجزر سيكون في تمام الساعة 8:10 وفي تمام الساعة 8 ليلا و26 دقيقة. شروق الشمس بمدينة رباط يكون على الساعة 8:09 والغروب في تمام الساعة 7:13 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الأحد طقس نسبيا بارد بالأطلس بالريف الجنوب الشرقي وكذلك بجنوب المنطقة الشرقية تحديدا، مع نزول تساقطات مطرية ستكون ضعيفة وأحيانا متفرقة بالواجهة المتوسطية الجنوب الشرقي وكذلك بالأطلس، وتساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس. أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وكذلك يوم الجمعة طقس نسبيا بارد بمرتفعات الأطلس بالريف الشرق الجنوب الشرقي، وطقس نسبيا غائم سيعطي زخات مطرية ضعيفة هذه المرة بالمناطق الشمالية بالأطلس الجنوب الشرقي دائما بالمنطقة الشرقية. بباقي المناطق الأخرى ستكون السماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة، درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.